السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ وحشتون جدا جدا جدا. اخدتوا انتوا على طول هنفتح نلاقي على طول كده. تعالوا نعمل مع بعضينا حبة قراقيش كده منين بمعنى اصح. فانا عملته قبل كده فقلنا ايه، عايزه اعمله تاني كده العيال يشربوه بالليل مع كوباية شاي بلبن تبقى مية مية. تعالوا نبدأ ونقول الصلاة والسلام على رسول الله. نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق. بصوا بقى، تعالوا اقول لكم الطبق ده اللي معايا ده بقى فيه ايه. الطبق دوت فيه 3 معالق سكر بودر، بيكنج باودر، سمسم، ريحه الكحك. انا بموت في ريحه الكحك، احطها في القرص والحاجات دي بتبقى روعه. ذره ملح، معلقه، قولوا معايا، شمر على ينسون. يعني انا طحناهم وايه واخده منه معلقه. يبقى معايا معلقه شمر وينسون مطحونين، ريحه الكحك، سمسم، بيكنج باودر، 3 معالق سكر، رشه ملح. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هحطها كده بسم الله الرحمن الرحيم في العجين، وهقوم نازله كده مديهم، اخليهم بقى ايه يتقلبوا مع بعض بالمنظر ده. بصوا بقى، انا قلبته كله مع بعضيه. معايا بقى هنا كوبايه من السمنه، لا كوبايه من السمنه و... وكوبايه من الزيت. كوبايه وكوبايه، كوبايه من السمنه وكوبايه من الزيت وكوبايه من اللبن الحليب. ومعايا الخميره مدوباها طبعا وسايباها من شويه. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. انا هنزل بالسمنه بتاعتي اهوت والزيت، بس مش هنزل بالكميه كلها، يعني هسيب ربع الكوبايه ولو لقيتها محتاجه هكملها اهو بالمنظر ده. تعالوا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نضربها كده. بصوا بقى، في المرحله ديت هنزل بالخميره اهيت واديها برضو ضربه معاه. بصوا بقى، في المرحله ديت هقوم نازله عليها بسرسوب سرسوب من الحليب. بصوا لحد ما تلم اهو، سرسوب سرسوب. بص انا خلاص اخد كل المقادير بتاعتي، وهسيبه بقى ايه يجي 10 5 دقايق ياخد ويدي كده بقى مع ضيق. يلت ويعجن يلت ويعجن. مفيش عجان بايدينا، انا عاملاه قبل كده على القناه بايديا، طلع بسم الله ما شاء الله روعه. مفيش عجان هيبقى بايدينا، وقلت لكم انا عاملاه قبل كده. هسيبه بقى بس كده بقى شويه في العجين عقبال ما يلم عجينتي وتبقى حلوه. تعالوا بقى، انا خلصت اهيت، نشيلها بقى من العجين. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى العجينه، بصوا على جمال العجينه بتاعتي. استنوا بقى نجيبها من تحت. جميله ما شاء الله. هسيبها، هغطيها بالاسترتش بتاعي، اسيبها ربع ساعه بس، انا عايزاها ترتاح مش اكتر من كده. فهسيبها ترتاح نص ساعه بالظبط او ربع ساعه ونرجع لبعض. تعالوا بقى، انا سبتها ترتاح قبل ما خلصت كده حبه حاجات ورايا. هاخد نص العجينه اهو اهو اهو، عشان نعملها بقى ايه مع بعضينا كده، ايه رول مع بعضينا حلو. اخر بس كده عشان المكان. هنعمل منها رول كبير كبير كبير، مش كبير يعني اهو. عايزه اقول لكم المنين ده من العشق بتاعي، بحبه قوي قوي يعني، على طول كده صيف شتا ده شغال معايا. عموما اصلا يعني انا بحب المخبوزات، بموت فيها صراحه، بموت فيها كده. بصوا بقى عملت الرول ازاي، بصوا شايفين. تعالوا بقى، هجيب ببطن ايديا كده، ببطن ايديا، وهضغط عليها اهو. شوفوا اهو، هتبططيها كده ببطن ايه ايديكي اهو. تمام اهو، تمام تمام. هقطع بقى اي حتت زياده، واقوم جايه بين الطروف قطعاها كده اهو. ليه بعمل الحته ديت يا جماعه؟ عشان بس يبقى متساوي معايا، مش اكتر من كده يعني، لا اكتر ولا اقل اهو. انا بساوي بس الحروف بتاعته. تمام كده اهو. بصوا بقى التقطيعه كل واحد حسب اللي بيحبه اهي. عايزة بقى رفيعة، عايزاها تبقى مليانة اهو. شايفين
دي حاجة بقى بتاعتك انت. هاخدها بقى ايه واحدة واحدة كده، هحطها في الصاج بتاعي. انا خلاص خلصت وسبته يخمر كمان ساعة او نص ساعة او ساعة ونص عشان الجو ساعة. حطيته في فرن اصلا وسبته يعني يخمر. تمام. تعالوا بقى هنقيد عليه الفرن على 180 نار هادية شوية. وبعد 10 دقايق بالظبط هقوم معلية النار عليه. تعالوا يلا ونشوف هيطلع المنين بتاعنا ايه. انا خلصت المنين، انا خلصت العسل ده، السكر ده. بصوا بقى يا جماعة، بصوا يا جماعة، يا جماعة نفسي تبصوا وتشوفوا الجمال، تشوفوا الحلاوة، ولا تقولوا لي بره ولا جوه ولا أي حاجة خالص، وتعرفوا مفيش أحلى وأنضف من إيدك بجد. عايزة أقول لكم المنين بقى طلع روعة، روعة الروعين طبعا. عايزة أقول لكم بصوا بقى، بصوا المنينية، بصوا دايبة ازاي، بصوا، ولا ناشفة ولا أي حاجة، ولا ناشفة ولا ناعمة جدا، وسط. طالع تحفة 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 تحتفين. طلع جميل جدا 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 جدا. عايزة اقول لكم امشوا بقى التكات ديت والخطوات، وحطوا ريحة الكحك، حطوا الشمر المضروب في الكبة دوت ولا في اللي بنضربها ديت. عايزة اقول لكم هيطلع معاكم حكاية حكاية. امشوا على كل حاجة. ولو الفيديو عجبكم اوعوا تنسوني بقى في اللايك، متنسونوش في اللايك. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.